السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيوات متنوعه مع ايمان. اليوم ان شاء الله لا فيديو جديد غادي نقدم معكم تشيز كيك بمذاق الليمون. صراحه كيجي رائع البنات، غير جربوه وان شاء الله غينال الاعجاب ديالكم. خليكم مع الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. غنبداو في الوصفه ديالنا. هنا اول حاجه غادي ناخذ الهاشوار وغادي نضيف ليها 3 ديال الصابلي وغنهرمشهم هنا في الهاشوار. غادي نحاول نطحنهم صافي. هنا طحنتهم حتى ولاو على هذا الشكل. من بعد غادي نضيف لهم واحد 2 معالق ديال الزبده اللي كندوبوها بطبيعه الحال، وغنضيف لهم تقريبا 3 المعالق ديال الحليب. بسم الله. 2 3 صافي. وكنحرك هاد المكونات مزيان حتى كيتلبس لي هذاك الصابلي بالزبده والحليب. هنا كيولي لينا على هذا الشكل بحال هكا. ملي كنجمعوه بين يدينا كيتجمع. هذا هو القوام اللي خصو يكون فيها البنات. هنا غنجيب هذا المول هذا وغادا ندير فيه هذا البسكوي. وانتم يمكن لكم ديروا اي مول عندكم، هذاك اللي كيتحل حتى هو كيجي حسن صافي. وكنحاول كنقاد هاد الطبقه صافي. هنا درت البسكوي كطبقه اولى وبقيت كنحاول كنضغط بحال هكا بالرؤوس ديال الاصابع، ولا كنجيب واحد الكاس ولا سباتيل كنكون نديري ليها البلاستيك باش ما كتلصقش لينا، وكنحاول كنضغط مزيان بحال هكا حتى كنقاد الطبقه الاولى. وهنا ندوزو نحضروا الطبقه الثانيه صافي. غندوز نصاوب الطبقه الثانيه. هنا عندي 4 العلب ديال الياغورت اللي كيكون بنكهه ديال الفاني. انا استعملت هنا الياغورت بنكهه الفاني، بغيت نستعمل بنكهه ديال الموز يمكن لكم على حساب كل واحد وعلى حساب الذوق ديالو. وغنضيف هاد العلبه هذه ديال الحليب بودره كتعطي واحد القوام زوين. الكريمه ديالنا راه كتباع غير ب5 دراهم. وبالنسبه للسكر البنات انا هنا ما غاديش نضيفوه حقاش عندي الياغورت حلو. اللي كيبغي السكر يضيف واحد 2 معالق ولا 3 المعالق. وهنا عندي الجبن، اي جبن بغيتو استعملوه. بما انني انا هنا استعملت 4 ديال العلب ديال الياغورت غادي نستعمل 4 المعالق ديال الجبن. هنا ضفت المعلقه الاولى وغنضيف المعلقه الثانيه، يعني كيف ما قلت لكم غنستعمل 4 المعالق. بالنسبه للجبن انا استعملت هذا الجبن، هذا الجبن اللي بغيتو يمكن لكم تستعملوه صافي. هنا غادي نضيف المعلقه الرابعه. وهنا عندي واحد نص حامضه ولا حامضه صغيره عصرتها حتى هي غادا نضيفها مع هاد المكونات ديال الياغورت والحليب والجبن. صراحه كيعطي واحد المزيج رائع البنات صافي. من بعد كنطحن هاد المكونات جيدا حتى كيولي القوام ديالهم بحال هكا. طحنت الكريمه كتولي ليا على هذا الشكل. غنجيب المول ديالي وغادي نكب فيه هاد الكريمه هذه صافي. هنا غنكب الكريمه فوق من المول صافي. هنا غادي ندخلها للفران تقريبا واحد 10 دقائق غير كتنشف ليا هذيك الكريمه الفوقانيه. كنحسوا بها نشفات وكنخرجها صافي. هنا من بعد ما دخلت المول الفران غادي ندوز نحضر الطبقه الثالثه. غناخذ واحد الكاسرون غندير فيه 1.5 كاس ديال الماء اللي كيكون من الصنبور. غنضيف سنيده 2 معالق ديال السنيده. بالنسبه للسنيده راه كتبقى على حسب الذوق. وعندي 2 فلون ديال الشينوا حتى هما غادي نضيفهم. بالنسبه اللي بغى يدير 1 فلون شينوا ومعلقه ديال المايزينا ممكن لكم ديروها. وهنا عندي النكهه ديال الليمون كتعطي حتى هي واحد المذاق غزال. كندير منها واحد معلقه صغيره صافي. وكنحرك المكونات بارد في بارد وكندير الكاسرونه ديالي فوق النار حتى كيغلى ليا الخليط وكيعقد شويه عاد كنحيدو صافي. هنا بالنسبه للفلون ولا الكلاصاج ديالي ها هو غلى ليا. غادي ندوز نصفيه باش الا كانوا شي تكتلات كيحيدوا.
هنا غنصفيه كيف ما قلت لكم صافي، وغادا نخليه جانبا بين ما طابت لي الكريمه ديالي. صافي هنا بالنسبه للكريمه ديالي هي خرجتها من الفران، تقريبا كتاخذ معنا من 10 دقائق حتى لربع ساعه. كنشعل على الفران من الفوق ومن التحت، كيبانوا لنا هذوك جنيبات بحال هكا تحمروا خداو هذاك اللون ذهبي، كنعرفوا بان الكريمه ديالنا صافي راها طابت، راه كتنشف. البنات كنقيسوها بالصبع ديالنا كنلقاوها ناشفه. وهنا بالنسبه للكلاصاج حتى هو برد، غادي ندوز باش غادي نكبو فوق منها. صافي كيف ما قلت لكم بالنسبه للكلاصاج نخليوه غير كيدفى شويه، وغناخذوا واحد المعلقه وكنبداو كنصبوا بحال هكا. وهنا غادي ندخلو للثلاجه حتى يبرد مزيان، عاد نقدمو معكم ان شاء الله. صافي هنا التشيز ديالي هو وجد، خرجته من الثلاجه راه برد صراحه، راه كيجي غزال. انا هنا درتو في هذا المول يعني ما بينيش الطبقات ديالو. الا درتوه في مول اللي كيتحل راه غتجيكم الطبقات باينين، طبقه البسكوي، طبقه ديال الكريمه، والطبقه الاخيره اللي كتكون منكهه بالليمون. صراحه كيجيو فيها واحد المذاق غزال تبارك الله. غير جربوها التحليه راه كتجي رائعه، وان شاء الله غادي تنفعنا بحال هكا. بما ان رمضان على الابواب غتنفعنا هكا في السحور ان شاء الله يا ربي. صافي وبالنسبه للزواق راه كيبقى كل واحد كيفاش كيبغي يزوق الكاطو ديالو. انا زوقته غير ببيبي شوكولا ولي طرونج ديال الليمون، صراحه راه كيجي غزال. غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. وهنا كيبقى هذا هو الشكل ديالو، شوفوا تبارك الله. راه كيف ما قلت لكم الطبقات كيجيو باينين وكيجي كيشهي، كيجي رائع، غير جربوه. وهنا وصلنا للتتمه ديال لا فيديو ديال اليوم. واللي عجبو لا فيديو ديال اليوم ما يبخلش عليه بواحد اللايك، يبارطاجي مع الحباب. ومع السلامه الى فيديو قادم.